اهلا بشيدات. راكم عارفين ملي كنرجع لكم فيديو جديد شحال كنكون فرحانه لانني غادي نتلاقى معكم من جديد سيرتو على يوتيوب لانني تنغبر عليكم. ان شاء الله هاد لا فيديو كيف ما العاده غتكون متنوعه، تستمتعوا بالمشاهده ديالها وغادي تاخذوا منها بزاف ديال الحويجات اللي غادي يفيدوكم في حياتكم ان شاء الله. هاد النهار هذا كنت اولا نقاد المجوره ديال الكوزينه. كانوا عندي هاد المنظمات هادو كنت خديتهم من تيمو هذا شحال. صراحه الجوده ديالهم مزيانه بالنسبه للناس اللي كيسقسيو زعما على المنتوجات ديالهم. خاصكم تقراو لي كومونتير وتشوفوا التعليقات ديال الناس وحتى لي بوين، يعني خاص دائما لي بوين ديالهم يكونوا فوق من 4.8 وديك الساعه يمكن لكم تاخذوا. لقيتون هنا كنقاد ديال القطاني الروز، الحويجات اللي كانوا عندي غير منزلين باش هكا نحط كل حاجه في المجر وتبقى باينه ليا واضحه. كيوصلوني بزاف ديال الرسائل ديال السيدات اللي كيلقاو مشكل باش انهم يديروا المهام اليوميه ديالهم مهما كانت بسيطه، وكتحس براسها بحال الا غادي تهز شي جبل ثقيل على كتافها. فإلا كنتي منغمسه في هذه الحاله هذه خاصك توقفي لواحد اللحظه وتراجعي نفسك وتشوفي الدماغ ديالك باش معمراه، شنو فيه، شنو الافكار اللي فيه، شنو كتشوفي، شنو كتسمعي، مع من كتجلسي، شنو ما الافكار اللي كينزلوا عليك وما كديريش واحد الغربله وكتبقاي كتفكري فيهم اكثر من الحوايج اللي هي ايجابيه ويزيدوا بك القدام. فالدماغ ملي تيكون مهدن فهو تيعطينا القدره اننا نرتبوا وناخذوا قرارات، نديروا تخطيط ونعيشوا النهار ديالنا بلا توتر زائد، ولكن بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. وباش الدماغ ديالنا يكون مرتاح فما كنحتاجوش واحد الانجازات اللي هي كبيره بزاف، يعني ما نعقدوش علينا الحياه، كيحتاج فقط واحد الوقت كافي ديال النوم. نكونوا واعيين بالافكار ديالنا، نكونوا على وعي شنو كنستهلكوا في النهار ديالنا سواء في مواقع التواصل او لا حتى في الواقع، نبعدوا على الضجيج، نختاروا الناس والطاقه اللي كندخلوها لحياتنا. عطي الدماغ ديالك غير شويه ديال الاهتمام اللي كتعطيه ربما وكيمشي لك فشي بلايص اللي ما كيستاهلوش، وصدقيني دماغك غادي يبهرك من القدام وغادي تعرفي انك كنتي مضيعه عليك واحد النعمه كبيره اللي كتسنى غير الوقت اللي ترجعي لها. بالنسبه لي بواط كيجيو معاهم هاد لي زيتيكات والستيلو ديالهم بطبيعه الحال، باسكو غادي نديرهم هنايا في لو تيغوار، يعني غتبقى باينه غير هاد لابارتي الفوقانيه، دونك هي اللي غادي ندير فيها لي زيتيكات. باغ كونطخ كون درتهم هنا الفوق غادي نديرهم هنايا باش يبقاو باينين. المهم نبدلو شويه. اللي كيعجبني في هاد لي زيتيكات والستيلو ديالهم وانه ماشي بيرمانون، لان لي بواط كل مره باش كنعمروهم على حساب الصخره يعني نقدروا اننا نمسحوهم هكذا بواحد الطوشون يكون غير شويه فيه الماء صافي، ونخليو حتى ينشف ونعاودوا نكتبوا الحويجات الاخرى. ايوا لالا شي فرحه اكثر من هكذا ما كايناش ملي كتشوفي يا لالا كل حاجه حيدتيها من الخنيشه ديالها ونزلتيها هنايا في لي بواط، يا سلام كتبقى كل حاجه منظمه. سي فغي باش نكون معكم صريحه كيجيو بعض الوقات كنكونوا مدروكين بالخدمه بالوقت بالباني ديال الصباح، كترجعي يلا كتكافى يعني مع العشاء وهذا، فاي حاجه ديال الصخره كتجيبيها كتبقى منزله. ايوا الا ملي كيجي الوقت وكتنظميهم هكا الحمد لله. خديت واحد المجموعه ديال لي برودوي سون غليتين وبغيت نبارطاجيهم معكم، خصوصا الناس اللي عندهم حساسيه منه اولا دايرين حميه اولا تو سامبلومون كينفخهم بحال اللي كيدير لي حتى انا. دونك كاين هاد الدقيق هذا ماشي دقيق يعني ديال القمح وانما واحد الخليط ديال الدقيق، بحال دابا مثلا هذا فيه دقيق ديال الروز، نشا ديال الروز، دقيق ديال العدس، فيه لا غوم دو غوار او لا الصمغ الغوار. دونك هو اللي تعطينا ليلاستيسيتي الخبز ولا مثلا الكيك ولا اي حاجه. دونك كاين هذا ديال الخبز بطبوط مسمن، وكاين عاود هذا النوع الاخر اللي هو خاص بالحلويات بالكيك بالبانكيك
كيك، باي حاجه يعني في لاباتيسري تقدروا انكم تستعملوا هاد الدقيق. بالنسبه لهاد لا مارك شاغ راه هي ماركه معروفه عالميا، فيما تشوفوا شاغ عرفوا ان المنتجات ديالها بدون غلوتين. وهذا حتى هو واحد البسكوي من نفس لا مارك، حتى هو بدون غلوتين، فيه واحد الكريمه فانيي، غير كان هو فيه واحد النسبه ديال الحلاوه ولكن قليله، خصوصا بالنسبه للامهات اللي عندهم وليداتهم فيهم سيلياك ولا فما تيبغيوش يعطيهم السقاطه هكذا اي حاجه ياخذوها، خصوصا ملي تيكونش عندنا كذا وقيت نقادو شي حويجه هكذا في الدار. هذا الكاكاو المر ملي كنبارطاجي معكم لي غوسيت سور انستغرام، بزاف منكم تيقولي فاطمه زرق صرحي علينا كاكاو مر بدون غلوتين، سورتو الناس اللي عندهم حساسيه ديال الغلوتين او لا سيلياك. دونك هذا راه سون غلوتين سون سكر اجوتي بورمون كاكاو. دونك نخلي لكم لاباج منين خديت هاد لي برودوي عندهم مرض سيلياك، فما كيصلحش لهم ياخذوا ني الكاكاو العادي ني الدقيق العادي ني الشوفان العادي، خاصهم ولا بدا مواد غذائيه بدون غلوتين. ومن طبيعه الحال غادي تلقاو عندهم جميع المنتجات الغذائيه بدون غلوتين، بحال لي صوص طوماط، الزبده، الكونفليكس بالنسبه للوليدات، لان هاد المنتجات عندنا في المغرب شويه قلال ماشي كي بحال خارج المغرب. دونك بالنسبه للمنتجات ديالهم راه كيديروا لهم توصيل في جميع انحاء المغرب والتعامل ديالهم في المستوى. واو، هذه القراءة هذه اللي سمعتو، القراءة المغربية ما تصوروش شحال عزيزة عليا وشحال كتعجبني وشحال كتفكرني في الأيام ملي كنا صغار، خصوصا في الأيام ديال رمضان. صراحة ذكريات زوينة، كتعطيني سبحان الله واحد الطاقة وواحد الإحساس جميل جدا. وبحال هاد الحويجات كيعجبني بزاف نبدا بهم الصباح ديالي مع قهوة معطرة، الماء اللي لتحت كما شفتوني قبيله فيه بعد سميتو ديال القرنفل، صراحة كيجي منسم بواحد الطريقة زوينة. ومن طبيعة الحال وانا تنحضرها بكل حب. وهنا غادي نرافق ان شاء الله الفطور ديالي بهذا الخبز هذا بان بريوشي، حتى هو سون غلوتين اللي خديته من نفس لاباج اللي شاركت معكم قبيله. وخديت هنا شويه ديال لافوكا، غادي نعصر عليها الحامض مع شويه ديال المليحه صافي، وغادي نرافقها مع لي توست. عرفتي صراحه تيجيو رائعين. يعني الناس اللي ما تياخذوا شيء غلوتين عرفتي كيجيو لذاذين هاد لي توست او هاد لو بان بريوشي. هنا غنوجد قهوه، لقيتوني الحليب كنطلعو بهذا، درت حليب ما عنديش حليب نباتي، درت هنايا حليب بدون لاكتوز وتنطلعو بهذه كنت خديتها مع لاشواغ. صراحه زوينه، لان مرات كناخذ ديال ايكيا ولا بعض المرات كنلقانا في المنام مع تكون تخدم بلي بيل دغيا كتخسر. هذه غير كنسالي كنغسل هذه واخا تيدخلها الماء ماشي مشكل. صراحه جاتني مزيانه عمليه. راه ما تصوروش شحال كتعجبني قهوه وحليب. ملي كانت وحشه كناخذ حليب بدون لاكتوز هو اللي استعملت اليوم، وخلاص ملي كندير معاه القهوه معطره وفيها الريحه ديال القرفه وديال القرنفل، المهم الخلطه اللي كتكون في القهوه معطره. ايوا الا لا جيت هنا نقاد الفطيار ونفطر على خاطري. هادو من بين الصباحات اللي ملي كنكون في الدار كنجلس وكنفطر على خاطري. وما تصوروش التاثير ديال الصباح على باقي اليوم ديالنا، خصوصا ملي كيكون عندنا هكذا الوقت نجلسوا على خاطرنا. ماشي ولا بدا نديرو فطور كامل، ولكن مهم نجلس واخا نعرف ندير غير كويس ديال القهوه ونجلس الا كنت هكا مدروكه بالوقت قبل ما نمشي للخدمه. المهم انني العقل ديالي نعمرو ببعض الافكار
ونهدنو باش يبدا معايا واحد النهار ويخدم معايا للصالح ديالي ماشي ضدي. هادشي اللي بغيت نقصد لكم، يعني قد ما جلسنا مع راسنا وراقبنا افكارنا ونحمد الله عز وجل على اي حاجه ما بين يدينا، فاكيد نهارنا غادي يدوز على خير. تصوروا شحال توحش واحد الخبز كنت ديجا شاركتو معكم في واحد رمضان ساهل ماهل. كنخلطوه غير هكذا بالمعلقه، كنخليوه يرتاح شي شويه، تنقطعوه بلا ما كنحتاجوا اننا نكوروه ولا شي حاجه صافي، وتنديروه يطيب. غير وكان انا ما عمرني وجربته بدقيق بلا غلوتين. دونك هاد المره غادي نقادو الدقيق ديال اولا هاد الخليط ديال الشعر. المهم هاد الخبيز هذا انا غادي نحضره معكم دابا وباش تشوفوا ان شاء الله كيجي هائل. عندي الماء هو الاول غنبداو به. هنا غادي نحتاجو الزيت، نستعمل الزيت البلديه من الاحسن. معلقه صغيره ديال الخميره الخبز. صافي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كتذوب لينا الخميره. من بعد نضيفوا الدقيق، معلقه ديال الخميره الحلوه. صافي غنجمعوا العجينه ديالنا غير بلا سباتول. واخا تبان لكم مرخوفه راه غادي تجمع من بعد. بالنسبه للعجينه واخا تجيكم شويه مرخوفه هكذا، غير خليوها تخمر لان فيها النشا ديال الذره، راه كيتشرب الماء. خليها ترتاح واحد 4 ساعة. الخبز ديالنا هو ضاعف الحجم ديالو. بالنسبه لهذا الخبيز هذا غادي نسموه بشويه ديال الزعتره، وزيدوا سوا لا بودغ ديال الثومه ولا حكوا هكذا درس ديال الثومه بحال اللي درت انا. صراحه كيجي منسب بواحد الطريقه زوينه. واخر لمسه هو الزيتون. بالنسبه للعجينه كنقطعها صغيره شويه، صايبه كخبيزات صغار بسرعه يعني بلا تعقيدات، غير هكذا. من بعد كنزلهم هنا فوق الطاوه. من الاحسن انكم دهنوها بزويته بلديه ولا تستعملوا الورق الخاص بالطبخ. ودهنتم شويه ديال صفار البيض مع شويه ديال الحليب، ومن الفوق رشيت زعتره. تقدروا انكم مثلا تنسموهم بالزعتر ولا باي حويجه يعني بغيتوها. صافي ودخلوهم يطيبوا في الفران، راه ميم با واحد 4 ساعات يكونوا واجين على درجه حراره 180. وبالمناسبه اليوم كنت دايره هذا الكومبو اللي كنحماق عليه، اللي هو اللوبيا مع السوسيس. وما تصوروش اليوم كنغمس بدون تأنيب ضمير وفرحانه، والخبز جا هائل جدا، جا كيحمر. وغير باش تعرفوا في حياتنا راه كل حاجه كتكمل الاخرى. بحال دابا مثلا الاكل، دائما ملي كناكلوا شي حاجه ما كتوالمناش فاحنا كنقطعوها، بيان سور كدير لنا مشاكل صحيه، تنقطعوها وكنبداو نقلبوا على بدائل. فنفس الشيء بالنسبه للافكار ديالنا والعادات ديالنا، ملي كنكونوا بعض المرات غارقين فيهم ما تنكونوش عارفين التاثير ديالهم، بحال كنستانسوا بهم، ولكن منين تنوعاو راه حنا خاصنا وما كيبقاش عندنا التردد اننا نتخلاو عليهم ونعوضوهم بحوايج احسن اللي غادي يرجعوا علينا بالمنفعه. درت اليوم اللوبيا مع السوسيس. عرفتي هاد الكومبو يا سلام. مع المذاق ديال الزيتون، ديال الزيت اللي درنا، ديال الزعتره، عرفتوا واحد المذاق فيه يا سلام. بحال الخبز العادي تمام، التكستور ديالو لا المضيغ ديالو يعني ماشي كيتجبد في الفم بحال الخبز اللي فيه الجلوتين. صراحه غزال. ايوه لا وصل الليل دغيا ولا كيظلم الحال، خصوصا الوقيته ديالو هذه الوقيته ديال الخريف، وبسرعه كيدوز النهار. دونك دخلت هنا الكوزينه نوجد واحد المشروب دافئ. عرفتو منين كتبداو تقادو دي تيزان هكذا في الدار اولا مشروبات دافئه، انا بعدا كنهضر عليا شخصيا تيعجبني الحال بزاف، لانني كنحس
فريمون بالمذاق ديال دوك الحويجات اللي انا باغا، بحال مثلا هذا المشروب هذا درت فيه الليمون، درت فيه نجمة الباديان، درت فيه القرنفل، درت فيه القرفة. بعد مرات يكون عندي الحامض والسكينجبير حتى هما كنزيدهم وتيعطيو واحد المذاق يا سلام. دونك في هاد الوقيته هادي كنحاول انني نجلس مع راسي، تكون واحد اللحظه ديال الهدوء، واحد اللحظه اللي كنحمد فيها الله عز وجل على واحد النهار اللي داز على خير، نشكر النعم اللي بعض المرات كنشوفوها بسيطه ولكن في الحقيقه هي عامره بالخير وعامره باللطف ديال الله عز وجل اللي ما كيتشافش بالعين ولكن كيتحس بالقلب. وكنفكر راسي دائما بانه ماشي ضروري ندير كل شيء في نهار واحد، ماشي ضروري نكون مثاليه، ولكن المهم هو ان كل جانب من الجوانب حياتنا نعطيه وقته ونخليه التغيير يجي شويه بشويه، حيت القوه الحقيقيه ماشي في السرعه ولكن في الاستمراريه. ماذا بيا كل وحده فينا دير هاد الجلسه في اخر النهار، تراقب الافكار ديالها، الافعال ديالها وحوارها مع نفسها كيف ما كندير حتى انا. هذه من بين الحويجات اللي ما يمكنش يدوز شي نهار وما نديرهاش. شنو الحوايج اللي مازال جايباهم معايا من الماضي وعايشه بهم في الحاضر، واش فعلا كينفعوني ولا غير كيتقلوا عليا الطريق. وملي كنكون صادقه مع راسي كنفهم ان التحرر ماشي دفعه واحده ولكن قرار صغير كناخذو كل نهار باش غدا تيكون اخف وروحنا تكون اقرب للسلام. وانا متاكده بان هذا الكلام هذا بزاف منكم محتاجين يسمعوه.